مرحبا، أهلا وسهلا فيكم في قناتي من جديد، وراح نكمل اليوم آخر جزء من أجزاء ال 48 قانون من قوانين القوة. بلشنا فيهم الأسبوع اللي فات، واليوم راح نخلصهم. وأنا فادني الكتاب هذا كتير كتير كتير. هذا من أول الكتب اللي لا تاني واحد بس من أهم الكتب اللي قريتها وعن جد أثر في حياتي. وقفنا المرة اللي فاتت عند القانون رقم 30، اليوم القانون رقم 31 بيقول Control the options, let others play with the cards you deal. القانون هذا معناته إنه حددي الاختيارات للناس اللي موجودة في حياتك، لأنه أنت بدك الناس اللي معاكي في حياتك في شغلك يلعبوا بدي يعني أترجمها ترجمة حرفية، يلعبوا بالكروت اللي أنت بتوزعيها. أنا شو بعمل في حياتي أنا عشان أخلي حياتي أسهل وأبسط؟ وهذا من قوانين القوة، من قوة إنك أنت تكوني مسيطرة على بعض أمور حياتك، مش كلها أكيد. يعني أنا دائما لبناتي، موظفاتي، زوج المستقبل أنا بعطي خيارين بس two options للكل. مثلا بدنا نروح على مطعم، بتحبوا تاكلوا سوشي ولا ستيك؟ شوفوا حتى الخيارات اللي بعطيهم يعني على نوع الأكل، بدكم سوشي ولا ستيك؟ وأنا اللي بحدد أي مطعم. إذا كلهم اختاروا مثلا ستيك، أنا اللي بحدد أي نوع مطعم أنا أروح. يعني هيك بتريحي حالك. مثلا مع زوجك وأنت اللي بدك تخططي الرحلة، وهذا أوكي، حابة تروح مثلا على المكسيك ولا أوروبا، أو يعني هيك. فهيك بتريحي بالك من أشياء كتير، وبتكوني أنت فعلا اللي معك يعني كروت الجيم كلها، اللعبة كلها، وانت بتعطي الناس انهم ما يسرحوا ولا ما يشطحوا في الموضوع. لا، انت في النهاية بتعملي اللي انت بدك اياه، لانه حتى الخيارات اللي بتعطيهم اياها هي خيارات مناسبة إلك. هلا يا بنات، النقطتين اللي بعد هيك 32 و 33 مرتبطين ببعض. انا على القليلة ربطتهم ببعض. هو اثنين بيحكوا عن انه انتي تسمعي للشخص اللي قدامك أكتر ما تحكي، تسمعي لهم كتير، تخليهم يحكوا كتير، تعطي أسئلة بسيطة عشان كمان تجيبي منهم معلومات أكتر. النقطة الأولى بتقول، رقم 32 بتقول play to people's fantasies. play to people's fantasies يعني العبي على بإيش الناس يعني بفكروا بتخيلوا، واللي في خيالاتهم في بالهم، انت اشتغلي على هالموضوع هذا. مثلا انا لما اخلي الشخص اللي قدامي يحكي زي ما بده، قد ما بده من كلامهم، انا بعرف كيف انا بدي اتعامل مع الشخص هذا بناء على كلامه. يعني هم الشخص اللي قدامك لما يحكي عن نفسه كتير، هو بيكشف لك كل أوراقه، فأنت بتكوني في موقف قوة إنك تعرفي كيف تتعاملي معه. النقطة اللي بعدها على طول خلينا نقولهم ورا بعض. رقم 33 النقطة 33 بتقول discover each man's thumb screw. يعني اكتشفي يعني مفتاح كل رجل زي ما بقولوا. برضو من الكلام نخليهم يحكوا كتير، وإحنا بس يكون في شرطين، إنه لما هم يحكوا إحنا نكون مستمعين جيدين، وإنه إحنا نكون ملاحظين جيدين. في النقطة هاي إيش أنت بدك تعملي من إنه تخليه يحكي كتير؟ إنه أنت بدك تكتشفي هلأ نقاط ضعفه. لأنه عن جد بنات، الناس لما يحكوا كتير عن نفسهم بيكشفوا للي قدامهم نقاط ضعفهم، وهاي كتير حلوة، بتخليكي تعرفي كيف. هلا مش النقطة الأولانية بتخليكي تعرفي كيف تتعاملي معه، النقطة هاي بتخليكي تعرفي كيف تسيطري عليه عن جد، أو من البداية. يعني إذا بدك تكوني في علاقة معه أو ما تكوني في علاقة معه، إذا بدنا نطبقها على صعيد العيلة والأبناء، بدك من كلامهم عن نفسهم وأولادك تعرفي نقاط ضعف كل واحد فيهم وين، من كلامه، من القصص اللي بقولها لكم. هلا شغله هيك تركايه خبيثه شوي من الكتاب هذا تعلمتها وطبقتها، انه اذا ما يعني اذا كان لسه العلاقه في بدايتها وشوي قافل ومش قابل يفتح ويحكي كل اللي عنده من جوا، وانت بدك اياه يحكي هيك، فايش بتروحي؟ حتى لو كانت قصه خياليه، حتى لو كان كذب في كذب اللي بتقوليه، ابدي انت شاركي قصة أو موقف صار إلك
مثلا حدا في حياتك قريب، أي إشي صدرت منه خيانة إلك، خيانة في الشغل، في خيانة في أي إشي، لما تحكي وتحكي انت بالتفاصيل وهذا، هاي طريقة سيكولوجية، يعني إن الشخص اللي قدامك بيشاركك كمان قصة صارت له في حياته، ولما انت تقولي قصص بده يقولوا قصص، لما تشاركي سر بيشاركوا سر. هاي شغلة سيكولوجية بحتة. ف يعني حتى شوفي لما احنا بيننا وبين بعض البنات الصاحبات، لما انت تقولي والله صار معي هيك وهيك وهيك، هي بتتذكر انه صار معها اشي شبيه، او يعني فبدك تكوني شاطرة في العملية هاي من أقوى قوانين القوة، بدك تمسكيها صح، خصوصا للي مقدمين على، أو حتى المتزوجات. إذا بدك تعرفي أشياء تغوصي ديب في شخصية زوجك، خليه يحكي، اسألي أسئلة، شاركي قصة، شاركي سر، شاركي أي إشي، وخليه هو يطلع اللي عنده، وبناء عليه أنت بتحددي، يا إما بتعرفي كيف تتعاملي معه، أو بتعرفي كيف يعني توجهي العلاقة كيف. القانون رقم 34 بيقول be royal in your own fashion، أو في مثل أمريكي بيوضح هالقانون أكثر على المثال اللي بدي أعطيه تطبيقا للقانون هذا. بيقول if you want to be treated like a queen act like a queen، يعني إذا كنت بدك تتعاملي معاملة الملكة، اتصرفي تصرفات الملكة. هلا في حياتنا بشكل عام، هلا مش ممكن، مش شرط تكون معاملة الملكة هي معاملة زوج إلك، أو خطيبك أو حبيبك، أو يعني الناس اللي مشاركينك حياتك. ممكن حتى أي إنسان ماشي في الشارع غريب ما بيعرفك يوقف ويفتح لك باب المحل ويمسك لك باب المحل، او يساعدك، او يشوفك مثلا بتنزلي اغراض من الجروشري كارت للسياره يساعدك اذا كان في اشي تقيل. حاولي تتصرفي تصرفات فيها سمو، فيها ملكيه، فيها، وهي بتيجي من وين؟ تيجي من طريقه لبسك، من صوتك، من نبره الصوت، من الكلام اللي بتستخدميه، الكلام اللي فيه المسبات والصوت العالي، هذا انسيه تماما إذا بدك الناس تعاملك كملكة. من نظافتك، من ثقتك بنفسك، من هدوءك، من طيبتك، الكايندنس تبعك، انك يعني تبتسمي في وجه الناس، خصوصا الناس اللي مش يعني مستواهم لهناك. كوني اتصرفي كملكة إذا بدك الناس تعاملك كملكة. من أقوى القوانين اللي أنا ماشي عليها. حتى أنا إذا بدي أطلع ويكند وكاجوال وهذا، لا يمكن بتلاقيني لابسة بنطلون جينز وتيشيرت، بس إلا ما أحط له، أضيف له شوية اكسسوارات هون وهون تخليه يطلع 3-4 ناتشز أب. قانون رقم 35 قوي جدا جدا جدا، وهو بيقول لك master the art of timing، يعني اتقني مهارة التوقيت. إذا بدك أي إشي يصير، إذا كان مثلا بدك تفتحي مشروع أو بزنس والتوقيت ما كان صح، أو ما كنت حاسبها مظبوط من ناحية التوقيت، هو بيقول لك ركزوا لي على كلمة art of timing. فن التوقيت هو فن، هو مهارة، هو إشي بدك تماستر، تجيديه وتجيديه لأعلى درجة. إذا ما كان التوقيت صح رح يفشل هذا المشروع. إذا بدك تطلبي طلب من زوجك وما كان التوقيت صح، جاي من الشغل تعبان، مصرخ عليه المدير، عامل إشي، وإنتي جيتي حضرتك بالكياتة تبعتك واللطافة وهذا، وشو ما تعملي، إذا التوقيت مش مزبوط الرد رح يكون رفض. قيسي عليه كل إشي، بدك تتقني موضوع التوقيت، تعملي كل إشي، تدرسي الموضوع من كل نواحي. التوقيت إذا كان صح هذا 90% سبب لإنجاح أي إشي أنت مقدم عليه، سواء طلب، سؤال، مشروع، أي إشي بدك إياه. إذا التوقيت صح الطلب رح يكون مجاب، أو المشروع رح يكون ناجح بإذن الله 100%. هاي أنا
يعني بأمن بهالقانون هذا بشكل مش معقول. زمان لما واحنا كنا صغار بدنا نطلب طلب يا من ماما يا من بابا، احنا في اشياء في البيت عنا طلبات نطلبها من ماما، في طلبات نطلبها من بابا. واحنا صغار يعني بنحاول نشوف كيف مزاجهم مبسوطين، بتفرج على برنامجهم اللي بخليهم مزاجهم رايق على الاخر، ولا جايين تعبانين من الشغل فاحنا واحنا صغار عنا هاي المهارة. طوري هاي المهارة، اتقني مهارة التوقيت. القانون رقم 36 بيقول disdain things you cannot have، والجزء الثاني منه بيقول لك ignoring them is the best revenge. طيب يعني أو الجزء الأول بيقول لك ترفعي عن الأشياء اللي ما بتقدري تحصلي عليها. إذا كان، خلينا نعطي أمثلة بشكل عام يعني هيك، إذا كان مثلا شخص أنت حابة ترتبطي فيه وهذا الشخص ثري جدا وأنت شايفة إنه هذا وهو ما بده إياكي، ترفعي يعني كوني عندك هل قدي يعني كرامة وعزة نفس انك ترفع عن اذا هو مش ما بده، انا ما بدي مليونين الف مرة. لانه في بنات انا بشوفه بتفرج على اليوتيوب والمشاكل والاشياء، برامج كلها يعني بالانجليزي يعني مش اشي مش عرب. العرب صعب انهم يحكوا في المواضيع اللي مثل هيك، بس الاجانب بتقول مثلا يعني عمل لي بلوك وحاولت وغيرت لا، اذا الشخص اللي قدامك ما بده اياكي خلص انتهى الموضوع، انتهى. يعني ترفعي بنفسك عن اي حدا ما بده اياكي او اي شيء انت ما بتقدري تحصلي عليه. مثلا بنات الصبايا صغار وفي السوشيال ميديا، وانتم شايفين الانفلونسرز على السوشيال ميديا والمستوى اللي عايشين فيه والسيارات والمكياج والشنط والماركات وهي. بدي اياكم تعرفوا انه 88% اذا مش 90% ولا 99% من الاشياء هاي اللي هم بيستعرضوها قدامكم هي اشياء ببلاش، حتى سفراتهم ببلاش عشان يعملوا دعايات لاوتيلات او اماكن بيقعدوا فيها او يعني اماكن سياحيه او شيء. فاذا اشي انت مش قادره تحصلي عليه ترفعي عنه، انت ما بدك اياه، هذا قوه انك تشوفي انت ايش الاشياء اللي بتقدري تنبسطي فيها وتقدري تحصلي عليها. هون هي قوتك، لا تضيعي نفسك في انك تحاولي تقلدي الناس اللي حواليك وانت هذا الاشي ما بتقدري تحصلي عليه. الجزء الثاني ignoring them is the best revenge. اذا في ناس يعني حاولوا انهم يضايقوكي، انا هذا الشغله مش قادره لسه اطبقها 100%. في التعليقات بيستفزوني بعض المتابعات بتعليقات ما بكون حباها كتير، ما بقدر امسك نفسي، بس بقول لك ignoring them انك تهمليهم وتطنشيهم، هذا افضل ريفنج، افضل يعني افضل ريفنج، افضل انتقام تعمليه لا اي حدا بيحاول انه يأذيكي بكلام او بتعليق او حتى بفعل. يعني الطنشي وهذا بخليهم يحسوا انه هم ولا اشي، لما ما تعملي ولا ردة فعل هم بيعرفوا انه ما لهم اي تأثير عليكي. ان شاء الله اقدر اعمل هالشي هذا، بحاول يعني شغل على نفسي. مش كلهم، انا بقولكم مش كل القوانين هاي انا قدرت امسكها، بس اللي بقدر امسكه غير حياتي بشكل كبير. ننتقل للي بعد. القانون رقم 37 بيقول create compelling spectacles. create compelling spectacles يعني اخلقي شو مبهر. كيف هاي الشغلة؟ يعني في مثلا في السوشيال ميديا في ناس مؤثرين، في شاب واحد كويتي في اللي بيصير هلا والحرب على غزة، الشاب هذا الكويتي عمل اشي غير عن الكل قاعد بيعمله، وراح على غزة ودخل، هاي تاني سفرة له تاني مرة، وعمل اشي خلاه مش في موقف قوة خلاه كل العيون عليه. وانا متأكدة انه الفائدة اللي عملها للفلسطينيين بعملته هاي اللي هو it's a spectacular act، يعني عمل مبهر وعظيم وشجاع منه. مش اي واحد ولا اي حتى دولة قدرت تعمل زي الشاب هذا. يا ريت لو بعرف اسمه، بس انا بيطلع لي على الانستغرام اكتر من مرة.
فمن مساعدات طبية، من تبرعات، عامل شغل جامد جدا جوا فلسطين وهو معهم، مش من برا بيحكي وهيك، لا هو راح مرتين. وبتعرفوا قد ايه كانت مغامرة عليه انه يدخل غزة ويكون معهم، مع الاطفال، مع الناس، مع بيعمل لقاءات وبيعمل لايفات ومحفز الناس كلها انها تساعد. وطريقته هاي انه عمل create a compelling spectacles، هاي من اعظم الاشياء اللي الواحد عشان يثبت قوته يعملها. في ناس على مستوى الرؤساء بتنطبق هاي الشغله، يعني اي شيء انت بتقدري تعمليه مثلا على المستوى الشخصي. اذا انا مثلا فكرت في نوع من البزنس ما حدا قبلي فكر فيه وعملته وبيعود بفائده كبيره على فئه كبيره من المجتمع، والكل ينظر له انه واو كيف فكرتي هيك، كيف عملتي هيك، كيف سويتي هيك. فيعني اعملي شغله مثل هاي مبهره، هاي بتعطيكي قوه مش معقوله في المجتمع وفي ممكن في البلد كلها حتى. القانون رقم 38 بيقول think as you like, believe like others. يعني فكري، خلي أفكارك إلك لكن تصرفاتك تكون ماشية مع المجتمع اللي انت عايشة فيه، ما تشطحي. وبيقولوا يعني الناس اللي مثل هيك بيقول هذا متمرد، منشق، يعني تسميات هيك قوية كتير. مثلا أنا خليني أجيب لكم مثال واقعي جدا يعني من حياتي. في وحدة بعرفها قريبة مني كتير، بتضلها يعني مثلا تشتكي من أشياء بتصير في حياتها مش كتير ماشية زي ما هي بدها، وبصير في مشاكل في حياتها وبتشتكي أكتر وبتزيد المشاكل، وبتشتكي أكتر وبتزيد المشاكل. أنا بأمن وبفكر وأفكاري بتقول إنه قانون الجذب بيقول إنه أي إشي انت بتفكري فيه بتجذبيه. اذا كان اشي سيء بتجذبيه، اذا كان اشي بتفكري فيه حلو بتجذبيه. فانا بأمن بالشي هذا. هي ما بتؤمن بالشي هذا بالمرة. قانون الجذب اذا بدي اقول قانون الجذب راح يعني تسكتني بدون ما هذا، بس انا شايفة المعاناة وبدي اقول يعني اتفائلي، خليك شوي ايجابية، راح تتغير الامور. بس انك مجرد انك تغيري تفكيرك، تعملي السويتش هذا من الايجابي، من السلبي للايجابي. مش قادرة احكي لانه بواجه بهجوم وانتقاد كبير لافكاري. اذا افكاري خليها الي، بقدر اتناقش فيها وافتح واحكي بأريحية مع الناس اللي بتشاركني نفس الافكار وبتشاركني نفس العقلية وبتشاركني نفس الاهتمامات وبتشاركني نفس الوعي. اهم شيء الوعي. فانا ما بقدر احكي افكاري للكل، لانه في ناس كتير ما بدك تدخلي هلا في صراعات ومشاكل مش من القوة، هذا ضعف، لانك بتصفي لحالك ضد مجتمع كبير بيفكر بعقلية معينة. لكن امشي مع يعني behave like others، امشي مع المجتمع زي ما هو ماشي، لكن انت كوني متبنية افكارك وبتناقشيها مع الناس اللي عندها نفس الوعي تاعك. القانون رقم 39 حلو كتير، ما بعمله انا بس هو حلو. بيقول stir waters to catch fish، او stir up waters to catch fish. يعني حرك المي او البحيرة هيك، هزيها خربيها عشان يطلع السمك وتقدري تصيدي سمك. المثال هذا ايش تفسيره؟ اولا بقولك اذا انت كنتي انسانة عصبية، انت بتكوني من اضعف ما يكون، اللي بعصب دائما بيغلط. لكن الشطارة، وهذا هو المثل اللي بيقوله، انك to stir up waters، تخلقي مشكلة انه تعصبي الشخص اللي قدامك. لكن لما الشخص اللي قدامك يعصب، انت تكوني في قمة الهدوء. هون انت بتكوني في موقف قوة مش في موقف ضعف. هلا هذا بينطبق على الازواج مش اللي جداد لسه بيتعرفوا على بعض والامور ماشية حلو بينهم، لا يعني بينطبق على الازواج اللي في حياتهم يعني متعودين على بعض، وفي مناجرة، اشتباكات، مشاكل هيك وهيك. فانت هو ما يعصبك لانه انت ما راح تكوني ماسكة نفسك لما تكوني معصبة. لكن اذا
إذا هو تعصب، أو هم بيقولوا أنت عصبي لأنه عشان تكوني، بس إذا هو تعصب أنت تكوني من أهدى ما يكون. هاي قوة. القانون رقم 40 بيقول despite the free lunch، يعني ارفضي الغدا اللي ببلاش أو العزومة اللي ببلاش. أنا هاي كتير عانيت منها في شغلي في البداية، بس هلأ اتعلمت. لسه ما كنت والله قارية الكتاب هذا، بس سبحان الله وقعت فيها. يعني في الحياة توقعي في أشياء مثل هيك. فحلو القراءة، حلوة يا بنات. القراءة في حد ذاتها قوة، مش شرط الكتاب هذا. هذا من أهم الكتب اللي تبدي فيها إذا بدك تبدي تقرأي. في بداية شغلي في وحدة هي صاحبة أكثر من دار لرعاية المسنين، يعني هي من الهوامير الكبار. تيجي عنا كانت بتقدم خدمات ببلاش. يعني وأنا بقول يا الله شو هالمرة هي، يعني كتير يعني شو هالكرم هذا. بعدين شوي شوي صارت تطلب طلبات أكبر بكتير من الخدمات اللي بتقدمها لنا ببلاش. فبعدين صارت انتبهت، أنا لسه برضو ما كنت قارية الكتاب، بس انتبهت إنه جاية بدها تقدم لنا هالخدمة هاي عشان بدها إشي تاني، الله أعلم إيش رح تطلب في المستقبل القريب يعني. فصارت لما تيجي تقول أنا بقدر أعمل لكم هيك، بقدر أسوي هيك، بقدر أجيب لكم هالشي هذا، بقدر أكلم فلان عشان يجيب لكم الرخصة الفلانية، بقولها لا 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 شكرا، ما بدنا ولا إشي. أنا إذا بدي هالإشي هذا أنا بعرف كيف أعمله. يمكن تاخدني وقت أطول بكتير من إنه أنت تعملي لي إياه بسرعة، بس مش مشكلة. أنا عشان أفهمها إنه أنا عرفت إنه تطلب وبتاخد على طول بسرعة يعني. فأي إشي اعرف إنه أي إشي في الحياة هاي، في أي موقف أنت تكوني موجودة فيه، ممكن أي حدا بيقدم لك خدمة لا تاخديها بطيبة وبهبل. ممكن يكونوا قدام شوي يطلبوا منك طلب في المقابل، فأنت كوني دايما في السيف سايد، في موقف قوة. ما تقبلي بأي إشي خدمة أو إشي ببلاش، لا. النقطة رقم 41 ما رح أوافق عندها كتير، لأنه أنا ما بتنطبق علي، ما أعتقد تنطبق على حدا. ممكن بيقول لك avoid stepping into a great man's shoes، يعني حاولي إنك تتجنبي إنك تكوني تحاولي تقلدي شخص أو شخصية مكانتها كبيرة كتير واصلة. أنا بقول يمكن هذا القانون بينطبق على البنات الصغار اللي بحاولوا يقلدوا الفاشينيستات الكبار، أو يعني ممكن أنا باخدها كيف بطبق القانون هذا من ناحية المقارنة. يعني مثلا أنا في البداية هلأ صار لي فاتحة البزنس، إحنا داخلين على السنة السادسة، فاتحة البزنس من 5 سنين. في البداية ما مفروض كنت أقارن نفسي بالناس الكبار اللي موجودين في البزنس من زمان، وعندهم يعني عندهم الناس اللي بتواصلوا معهم، وعندهم الناس اللي بتساعدهم، وعندهم زباينهم، وعندهم الايجنتس وكل. بس هلا انا صرت على مستواهم. في البدايه كنت بقول يا ربي كيف، طيب مش من القوه ابدا، خدي وقتك توصلي شوي شوي، بس وانت صغيره لا تقارني نفسك بحدا كبير. هذا هو يعني فحوى هي النقطه هاي. فهي من القوه انك تشتغلي على نفسك وانت صغيره، تكبري نفسك، لكن مش تقارني نفسك بحدا كبير. القانون رقم 42 بيقول strike the shepherd and the sheep will shatter، يعني اضرب الراعي بيهربوا الغنمات. معناه هو قوي كتير، من اقوى قوانين القوة. في الناحية السياسية مثلا لما يسقطوا الرئيس، يغتالوه، يعني يشيلوه من مكانه، بتضعف الحاشية اللي حواليه. أو خلينا ناخذها على صعيد تاني، إذا مثلا في الممثلين، عنا الممثلين الكبار، ممثل طلع نجمه كتير كتير كتير، أول ما تطلع عليه شائعة، الإشاعات يعني الأشياء خصوصا اللي بتكون أخلاقية مش منيحة وهيك، على طول كل الفانز بيهربوا منه، بيروحوا من حواليه. يعني إذا هاي قانون قوة، إنه أنت كيف تستخدمي. إذا بدك توقعي حدا، أو إذا أنت شايفة حدا في منصب قوة أو منصب كبير، أو هلا بيستخدموها البنات، بس برضو ما بتنطبق علينا، بس بيستخدموها البنات. مثلا بتكون يعني معجبة في واحد، الواحد هذا
كتير بنات معجبين فيه، فعشان تهربهم كلهم من حواليه مثلا بتقول والله تقدم لي، خطبني، جاب لي هدية أو شيء. اعملي شغلة في الراس الكبيرة هاي الملتف حواليها الناس، يعني الناس كلها هاي بتفرط وبتهرب من حواليه. هاي قانون قوة بينطبق علينا؟ لا، بس هيو مذكور. work on the hearts and minds of others، يعني اشتغلي على الجانب العاطفي والفكري للناس إذا أنت كنت حابة إنه تكسبيهم. هلأ في مثال كتير كتير واضح في القانون هذا، وعرفت اللي استخدمته عرفت كيف تطبقه وتكسب. يعني تعرفوا هذا في بريطانيا برنس هاري، واللي تزوجها هي ممثلة أمريكية مخلوطة، هي سمراء وبيضاء، يعني بشرتها مخلوطة، هي من أب أعتقد أمها سمراء البشرة أو أبوها أبيض، يعني واحد منهم هيك واحد هيك. فهاي الممثلة اشتغلت كتير كتير على انها تتقرب من، هي كانت شايفة نفسها في الأسرة المالكة في بريطانيا. فعارفة برنس هاري كتير بحب الأعمال التطوعية وتبرعات، واشتغلت على التشاريتي، واشتغلت على انها تكون متواجدة في الأماكن، يعني اشتغلت على الأشياء العاطفية وبينت حالها بصورة انه أمير مثل هذا ينظر إلها ويحس انه والله هاي بتفكر مثل ما بفكر، بتحس مثل ما بحس، عندها اهتمامات مثل اهتماماتي. كمان في مثال تاني برضو في هالناحية هاي، ممثلات كتير بنشوفهم، أشهر واحدة فيهم هلا لا تمسكوني على الأسامي عن جد، يعني كأنها ياسمين ياسمين إيش ياسمين صبري يمكن، اللي تزوجت أبو هشيمة. هاي اشتغلت على نفسها، هي لو تشوفوا إمكانياتها كممثلة جدا متواضعة، اشتغلت على شغلة الجمال. هو إنسان ثري جدا وناجح جدا وصغير في السن مش كبير، فهي اشتغلت على شغلة الجمال، هاي ناحية عاطفية. واشتغلت كمان على الروحانيات والتأمل واليوغا والسفر على بالي والرياضة يعني كل الأشياء اللي بتجذب الطبقة الثرية، يعني اشتغلت عليها. فعشان تكسبي شخص اشتغلي على هالأشياء هاي. مثلا إذا عرفتي إنه الشخص اللي بتحبيه وبدك تتزوجيه عنده اهتمامات معينة، ابدي انت اهتمامك بهالاشياء هاي. صدقيني اذا انت كنتي عن جد بدك، يعني بدك تكوني شاطرة وتجذبي هالشخص هذا، بدك تلعبي هالقوانين هاي عشان تجذبيه، ومنها انه تشتغلي على الناحية العاطفية والفكرية وتتقربي منهم من هاي الناحية. القانون رقم 44 بحبه وما كنت بطبقه، صرت أطبقه وشاطرة فيه كتير. بيقول لك disarm and infuriate with the mirror effect. أنا بقولها صح؟ with the mirror effect، صح. يعني اضعفي الشخص اللي قدامك، أو يعني نزلي بطريقة الميرور يعني كأنك مراية بتقلدي شو بيعمل. مثلا يعني انت انسانه معطاءه كثير، اللي الشخص اللي قدامك ما بيعطي، مش من طبعه انه يعطي كثير، اذا انا بمسك نفسي بصير بعمل مثل ما بيعمل. بقدم ورده بقدم ورده، بقدم بوكيه ورد بقدم بوكيه ورد، بقول صباح الخير بقول صباح الخير، بقول صباح الخير حبيبتي بقول صباح الخير حبيبي. شوفوا حتى في التكست مسجز والله بكون عداهم بالكلمه، واحد اثنين، او احيانا مثلا اذا بعت لك تكست مسج مورنينج، بس مورنينج ببعت له مورنينج، فهم بيفهموا، هم بيعرفوا انك قاعده بتعطي على قد ما هو بيعطي. فالشغله هاي ليش قوه؟ لانه إلها ناحيتين. الناحيه الاولى اولا بتفرجي الشخص انه انا فهماك، انا ارياك، انا عارفه، فهو بينتبه لنفسه انه قاعد بيعطي اشي. لما يشوف
انت كيف بتعطي وبتعطي نفس اللي هو بيعطيه، بينتبه لنفسه انه مش قاعد بيقدم كتير، ممكن يستحي على دمه ويقدم اكتر، لانه انت ما كنت هيك، انت كنت تعطي اكتر بس شفتي انه مش متكافئين في العطاء فنزلتي لمستواه، فهو يمكن يرفع مستواه ويشد حيله اكتر. الشغلة الثانية بتخليه ما يستهين فيكي. هاي غير انه يشتغل على نفسه ويبدا يعطي اكتر، انه عن جد ما يستهين فيكي، انه انا مش انسانه يعني تقدر تستغلها او يعني تعطيها اشي قليل وترضى. وهذا احنا في الفتره هاي، هذا بعيد عن النقطه هاي بنات، بس في الفتره هاي من حياتنا عكس الكلام اللي في التعليقات اللي قلته على الفيديو اللي قلت سبب انفصالي، احنا سهل علينا في الفترة هاي ان نحب. ليش؟ لانه احنا مش محتاجين اشي من الرجال، مش محتاجين منهم اشي، يعني احنا في مكانة شغل ومال وعندنا كل اشي ونملك كل اشي احنا بدنا اياه، فاحنا مش محتاجين الهم، فسهل علينا انه ندخل في علاقة واحنا مش مطلبين اشياء كثيرة منها، بس في نفس الوقت بدنا مستوى معين احنا راسمينه كل وحدة زي ما بدها. انا ما بدي احكي عن، حكينا كثير في فيديوهات قبل هيك. القانون رقم 45 بيقول preach the need for change but never reform too much at once. يعني اتبني فكرة التغيير. فكرة التغيير مهمة جدا وأنا بموت فيها وبحبها، ودائما بتغير ودائما بتطور ودائما بحب التغيير. أنا حتى شوفوا مش تغيير في يعني شخصيتي وتطوري، وأنا حتى تغيير في البيت، بحب أغير في البيت، أزيح كنبة أحطها مكان كنبة، أو يعني التغيير حلو، فاتبني التغيير، لكن لا تعملي تغييرات. الجزء الثاني من القانون ايش بيقول؟ لا تعملي تغييرات كثيرة في نفس الوقت، لانه التغييرات الكثيرة في نفس الوقت ما بتزبط، يعني بتعطي نتيجة عكسية. بدل ما التغيير يعطيكي نتيجة انت بتكوني راسماها لنفسك، يعني مثلا انا بدي امشي على النظام الغذائي هذا عشان يوصل وزني هيك، لكن اذا مع التغيير هذا انقاص الوزن انا بدي اشتغل مثلا على انه اطور نفسي في المعلومات والقراءة، او يعني اذا في اشياء كثيرة داخلة في مع بعض كله راح يفرط. فانت ركزي على شغلة واحدة على القليلة، مش تخلصيها تماما، امشي فيها مشوار حلو وبعدين انتقلي لتغيري اشي تاني. هلا اكبر مثل، وهون اللي عايشين في امريكا عارفين واللي عايشين برا كمان عارفين، بس احنا عشان الانتخابات وما الانتخابات، بتذكروا ايام اوباما وكان حملة الرئاسة تبعته اسمها تشينج، اسمها التغيير، وهو كان رسالته انه في الفترة الرئاسية اللي بده يحكم فيها الولايات المتحدة بده يغير النظام التعليمي والنظام الصحي والاقتصاد والوظائف والضرائب، فما قدر يعمل ولا إشي من الأشياء، لأنه التغيير كان هو متبني فكرة التغيير كتير حلو، الناس حبته وانتخبته، لكن إيش عمل؟ ما عمل ولا إشي، لأنه كان كتير تغييرات ما قدر يمسك الموضوع كله. وكمان على مستوى الأصغر بكتير، إحنا الأشخاص لما بدك تعملي تغييرات، أو لما مثلا ما تكون عاجباكي، مش عاجبك اشي في زوجك يعني، وتقولي له بدي اياك الكرش هاي ما بدي اشوفها، بدي اياك تشتغل، بدي اياك تشتغل، انت شغلك مش كتير، بيجيب لنا اشتغل شغله اونلاين، اتعلم، خذ لك كورس. لا، واحده واحده احنا وهم واحده واحده. القانون رقم قربنا نخلص 3 ونخلص. القانون رقم 46 بيقول never be perfect, never appear too perfect. ما تبيني انك مثالية، هذا بينمسك عليكي، رح يبين كأنه قاعدين بيقولوا لنا اشي عكس قانون القوة. لا، هو في صميم قانون القوة لا تبدي، بيني انه يكون انت عندك عيوب، عندك اخطاء، عشان ما تخلي ممسك عليكي لأي حدا. اذا طلعتي للناس انه انت الشخص المثالي وصورة مثالية، وغلطتي غلطة الشاطر ب100،
فهاي مثل كتير كتير يعني واقعي جدا، لأنه عن جد إذا أنت نفسك رح تهتزي ورح تكرامبل يعني. فكوني يعني كوني صح، كوني ناجحة، كوني في مكانك الصح، بس أبدا لا تظهري حتى لو كنت مثالية، لا تظهري للناس انك انسانة مثالية، عشان اذا اجوا قالوا لك اوه طب شفناكي عملتي هيك. انا ما مين قالكم ان انا مثالية ولا انا بيرفكت؟ انا مش بيرفكت. يعني دايما خلي هاي قوة، انه انا مش بيرفكت، انا بغلط، بعمل اشي مش مزبوط، بخربط، يعني في له الواحد زلات، انا مش بيرفكت. مين قالكم؟ هل قلت لكم انا بعرف كل اشي؟ هل قلت لكم انا عندي المعلومات في كل اشي؟ لا، انا مش بيرفكت. فهي قوة حلوة كتير. القانون رقم 47 ما رح نوقف عنده كتير، بيقول لك do not go past the mark you aimed for victory. يعني لا تعدي خط الانتصار اللي انت حددتيه. هلا في نقاش مثلا بيكون انا دخلت في شخص في نقاش، وانا النقاش هذا على طلب، انا بدي مثلا اوصل انه بدي طلب معين منه، وصار في يعني نقاش طويل عريض، لكن في النهاية هو وافق انه يعطيني الاشي اللي بدي اياه. فانا وصلت، هالقانون بيقول انه وصلت للمارك تبع الفيكتوري تبعي، الحد الانتصار اللي هو بدي الطلب هذا يتنفذ، وافق انه ينفذ لي. اذا هون بتعرف بدك خلص توقفي. ما اذا زودتي كلام، زودتي طلبات، وهذا ممكن تخسري كل اشي، ممكن يغير رأيه وما يعمل لك الاشي اللي انت بدك اياه، وترجعي نقطة الصفر. فاعرفي وين تحصلي على اللي بدك اياه وين توقفي، ما تستمري. ففي ناس كتير بيستمروا بتخرب الشغلة كلها، وخصوصا هاي بحكي عن النقاشات بين الأزواج. يعني بيكون معند في البداية، بغير رأيه، بقول أوكي ماشي يلا راح أعمل لك اللي بدك إياه، بتزيد كلمة واحدة بقولها طب بتعرفي ولا إشي راح يصير، بتصير. القانون الأخير من قوانين القوة بيقول assume formlessness, do not label yourself one thing only. يعني لا تحطي ليبل لنفسك انت اشي واحد بس. يعني انا هيك، لا انا بقدر اكون هيك وهيك وهيك وهيك. مثلا انا خلينا نقول بزنس وومن، عندي بزنس، لكن انا كمان يوتيوبر، وانا كمان وانا في إلي ادوار كتيرة. انا ما تحطوني ليبل انا بس، انا زوجة بس، انا يعني عندي بزنس وبس. لا، الانسان حلو انه يعمل ادوار كتيرة في الحياة هو بحبها، ويعملها بإتقان، ويشوف نفسه أو جزء من نفسه. يعني أنا شغلي على اليوتيوب تطلع شخصية هون مختلفة تماما عن شخصيتي وأنا في دار رعاية المسنين، مختلفة تماما عن شخصيتي وأنا مع بناتي، مختلفة تماما عن شخصيتي وأنا مع الشخص اللي بدي أرتبط فيه. فلا يعني في عنا هون مشكلة يا بنات، في ستات، وهي مش قوة. أنا بقولكم أنتوا في مكان ضعف وبدنا نصير في مكان قوة. في ستات مثلا هي ربة بيت، بيقولوا لها والله خلينا ناخد مثلا نتعلم إشي، ناخد كورس. لا، أنا البنات، الأولاد، البيت، الكناسة. طب انت بتحكي عن دور واحد بس، انت دورك كزوجة وأم في البيت، الأم والزوجة مربوطين في بعض. يعني انت بتحكي عن ليبل واحد، ليبل يعني حاطين دمغة واحدة عليك، انت مين؟ لا، انا بقدر اكون اكتر من اشي، واشوف اكتر جانب من جوانب شخصيتي، وكل جانب من هدول بيثري شخصيتي وبيقويها. قوانين القوة يا بنات 48، أرجوكم تقروا الكتاب إنجليزي ولا مترجم، راح يفيدكم كتير. أنا ما حكيت ولا نقطة في بحر من الكتاب. أنا حنان ثابت، بتمنى لكم دائما وأبدا أحلى وأمتع الأوقات. إن شاء الله بشوفكم في دردشة يوم الجمعة. باي باي.